ازيكم يا شباب. انا بس طالع اشرح لكم الجزئيه بتاعه ازاي تخلص الكورس بتاع الكي ان اكس بيزك كورس وتحصل على السيرتيفيكت بتاعتك، لان في بعض الناس كتير قوي شرحوا لي وقالوا لي احنا مش عارفين نكمل الكورس، فيه مشاكل. طيب هو مبدئيا انت بتخش على اللينك سهل قوي، بتكتب تيك بوكس دوت ليرنست. ليرنست دي منصه تعليم زي يوديمي وكده، تمام. بس السكول احنا بيبقى فيه سكول لكل تريننج سنترز، احنا السكول بتاعتنا اللي هي تيك بوكس. وبتدوس انتر عادي خالص. بعد كده هو بيدخلك طبعا على صفحة ساين ان زي دي كده. فانت بتقول له ساين ان وبتدخله الايميل بتاعك والباسورد وبتعمل ساين ان، او لو انت لسه ما عملتش ساين ان بتعمل ساين اب وبتعمل ايميل جديد وخلاص علشان بس تفتح اكونت فيها. طبعا انا عشان الادمن في ده ظاهر لي، لكن انت بيظهر لك الكورسات اللي انت بتنرول عليها. لو ما لقيتش الكورس بتيجي هنا وبتعمل كي ان اكس، بتسيرش على كي ان اكس بيزك كورس، تمام. هتلاقي الكورس طالع لك هنا. اول ما بتخش على الكورس بتعمل انرول عليه، وبعد كده خلاص انت دخلت في الكورس والدنيا تمام، مفيش اي مشكلة. طيب انا علشان احصل على السيرتيفيكت بتاعتي احصل عليها ازاي؟ مبدئيا انت لازم تحل كل شابتر. هتلاقي شابترز هنا. طبعا اول حاجه دي لازم تفتح كل حاجه هنا، يعني how to get your certificate لازم تفتحها. بعد كده ال KNX argument لازم على الاقل تشوف الفيديو، اوكي. وبعد كده هنا البي دي اف تفتحه برضو تشوفه، اوكي. ده البي دي اف بتاعك، تعرف تقدر تذاكر منه، تقدر تبص منه، تقدر تشوف اللي انت عايزه. وفي الشابتر كويز، لازم الشابتر كويز بتاعك يبقى يعني ما يبقاش اقل من 3، هم حوالي 5 اسئله على الاقل، لازم 3 اسئله منهم يكونوا صح. لان انت في الاخر هتقعد في نفس الحكايه في كل شابتر. هتلاقي الاوفر فيو شابتر، الشابتر كي ان اكس اوفر فيو، الشابتر بتاع الفيديو عادي، بعد كده البي دي اف، بعد كده الشابتر كويز. كل الشابترز هتلاقيها بنفس الاسلوب ده لحد في الاخر. بعد ما هتخلص هتلاقي فيه هنا سيرتيفيكت. هتفتح السيرتيفيكت، هتلاقي كل الدرجات بتاعتك. طالما انت الدرجات بتاعتك فوق ال3 كلها، هتلاقي الداونلود سيرتيفيكت فتحت معاك. هتضغط عليها هتلاقي السيرتيفيكت نزلت لك. في حاجة بس للناس، اي حد بيحب يعمل شير للسيرتيفيكت بتاعته على لينكد ان او حاجة، مش لازم ياخدها كوبي وينزلها ويعمل. هو اوريدي انت بيبقى ليك رقم في السكول بتاعتك ان انت حصلت على سيرتيفيكت معينة. فهنا بيبقى فيه اللينك عشان لو حد عايز يتاكد ان السيرتيفيكت بتاعتك دي معتمده ولا لا. فاللينك ده بتدخله وتاخده كده وتعمل تعمل له كوبي وتحطه على اليو ار ال. طبعا بيقول لك ان دي سيرتيفيكت معتمده وكومبليتد، وان انت اتممت الكورس بتاعك من ليرنست. عايز تعمل لها داونلود، تمام. عايز تعمل لها شير، ممكن تعمل لها شير على تويتر، فيسبوك، لينكد ان، وات ايفر انت عايز ايه. فاهم حاجه في السيرتيفيكت بتاعتك ده الرقم بتاعك، واهم حاجه اليو ار ال ده، لان هو ده اللي بيثبت ان الشهاده دي سيرتيفايد من جوس وسيرتيفايد من تريننج سنتر عندنا. لو لان اي حاجه او اي سيرتيفيكت مش موجود عليها الكلام ده، دي مش سيرتيفيكت اوريجينال، فدي فيك، اوكي. وده طبعا الشكل القديم بتاع السيرتيفيكت ده للناس اللي قدمت زمان. هيجي لها الشكل القديم بتاع السيرتيفيكت، بس هو في شكل جديد دلوقتي للسيرتيفيكت، واحنا بنغير فيها فترة بعد فترة. لو في اي اعتمادات تانية خدناها نقدر نضيفها على الكورس او السيرتيفيكت بنديها لكم، وان شاء الله ورب الدنيا تبقى تمام معاكم. واتمنى كده ان انا قلت لكم كل حاجة، واتمنى لكم ان انتوا تحصلوا على الشهادة كويسة جدا، معتمدة من شركة كبيرة ومعتمدة من تريننج سنتر كي ان اكس، فهي حاجة كويسة جدا. بس والكورس ده الثيوري فقط بتاع الكي ان اكس، لان البراكتيكال انت فعليا لو عايز البراكتيكال لازم تكون فعلا قدام الاجهزة وتقدر تشتغل عليها. فالكورس ده فقط للثيوري بتاع الكي ان اكس. شكرا جدا ليكم.